مرحبا بالجميع. دائما مع أخبار اللاعبين المغتربين من أصول جزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية، نواصل سلسلة تسليط الضوء على أبرز المواهب الشابة، حيث سنسلط الضوء اليوم على حارس مرمى جديد انتقل مؤخرا لصفوف نادي أولمبيك ليون الفرنسي. يتعلق الأمر بالحارس الشاب زكي ثمنة. هذا الحارس من مواليد سنة 2009 بفرنسا، أصوله جزائرية من جهة الأب. وقد تكون الحارس زكي ثمنة في صفوف نادي شامبيري، هذا النادي الذي ينشط في الأقسام السفلى بفرنسا. يمتاز بطول القامة التي تبلغ 2 متر فاصل 2 سنتيمتر، وهو طول يعتبر عملاق بالنسبة لحارس سنه 16 سنة فقط. وقد تألق هذا الحارس الشاب في مختلف الفئات العمرية مع النادي شامبيري خلال الدورات الودية التي شارك فيها، مما جعل هذا الحارس الشاب يتواجد على رادار العديد من النوادي الفرنسية التي كانت ترغب في الاستفادة من خدماته، وعلى رأسهم نادي أولمبيك ليون الفرنسي الذي أرسل مكتشفي المواهب من أجل إعداد تقرير مفصل بخصوص مستوى هذا الحارس الشاب. وقد جاء تقرير مكتشفي المواهب بنادي أولمبيك ليون بخصوص مستوى هذا الحارس الشاب بالإيجابي، وهو ما شجع إدارة النادي على ضمه خلال الأسبوع الفارط، حيث سيلعب بداية من الموسم المقبل مع فئة أقل من 17 سنة، مع العلم بأن انتقاله لصفوف ومدرسة تكوين نادي أولمبيك ليون سيزيد من تطوير مستوى أكثر فأكثر، وسيكون أحد الحلول الإضافية مستقبلا لمحاربي الصحراء، وذلك في حال تمكن من فرض نفسه خلال السنوات القليلة القادمة في صفوف نادي أولمبيك ليون. سلام.